ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده معاكم الكنافه البورمه، وهقول لكم ازاي نطلعها احلى من المحلات. بس قبل ما نبدا صلوا بنا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه معانا نص كيلو كنافه. كنافه بالشكل ده او كنافه مفروم عادي، اي حاجه. كده كده هي لسه هتنعم معانا لما نحطها على النار. ومعانا مكسرات، ممكن بندق، لوز، عين جمل، فستق، او ممكن نشكل عادي، او ممكن نوع واحد. لو مش متاح ده ممكن فول، يعني حسب المتاح عندك اعمليه، اللي هو الفول الحلواني عادي. ومعانا عسل الحلويات او شربات الحلويات، هتلاقوا موجود عندنا في القناة. ومعانا كوباية سمنة مسيحينها. اول حاجة هنحط السمنة على الكنافة تدريجي كده لحد ما كل الكنافة كده تاخد من السمنة، فهنقلبهم كويس كده وبعد كده هننزلهم على النار. بعد ما قلبناهم كويس هنجيب بقى حلة وهنولع عليها وهننزل فيها الكنافة. والنار تكون واطية كده او تكون متوسطة، المهم ان النار ما تكونش عالية علشان ما يتحرقش مننا، وعشان الكنافة كلها تاخد لون واحد. يعني اهم خطوة ان انت تستمري في التقليب باستمرار باستمرار، ما توقفش خالص، عشان ما تاخدش لون غامق من جنب ومن الجنب التاني تبقى لون فاتح. احنا عايزينها كلها تبقى كده لون واحد جميل، وتبقى اللون اللي هو الذهبي الغامق ده، مش غامق قوي يعني، غامق حاجة بسيطة كده، بس يبقى لونها ذهبي جميل كده. وطبعا مع استمرار التقليب كده هتلاقيها بدأت تنعم معاكي بالشكل ده. هتكملي تقليب برضو على طول على طول، هتفضلي مستمرة في التقليب لان لسه برضو ما وصلتش للون اللي احنا عايزينه. هي كده بس بدأت تاخد لون وبدأت تنعم معانا، بس لسه هتفضل تتقلب معانا شوية لان طبعا احنا عايزينها اغمق من كده. هي كده خدت لون بسيط بس لسه طبعا ايه ما اتحمرتش، احنا عايزين نحمرها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بعد ما بقت معانا بالشكل ده وخدت لون ذهبي جميل كده، هنطفي عليها بقى وهنسيبها لحد ما تبرد، وبعد كده نحط الشربات. مش هنحط الشربات وهي سخنة. بعد ما الكنافة بقت دافية معانا كده بس ما بقتش سخنة، يعني ممكن تستنى لما تبرد او تسيبها لحد ما تكون دافية بس. بعد كده تنزلي عليها عسل الشربات او عسل الحلويات، ويكون تقيل كده معانا، وطبعا لازم يكون بارد. احنا كنا عاملينه معاكم في القناة، وطبعا بعد لما تحط في التلاجة كمان تقيل اكتر. لو عايزين تشوفوا الطريقة، شوفوا الطريقة موجودة عندنا في القناة. هتبداي بقى تنزلي العسل تدريجي كده. احنا في الاول حطينا حوالي كوباية كده، بعد كده قعدنا نقلب. لازم بقى تشوفي كده هي هتكون متماسكة معاكي ولا لا، لانها لسه يعني مش متماسكة قوي. حطينا تاني حوالي كوباية تاني. طبعا انت هتحط بقى تدريجي كده يعني لحد ما تحس ان هو هيوصل للسمك اللي هيكون معانا بالشكل اللي في الفيديو ده. هي بدأت تتماسك كده، ما تكونش بتفرط كده علشان ما تتكسرش مننا طبعا، واحنا عاملينها ايه، لفينها كده وبنقطعها ما تتكسرش مننا. احنا استخدمنا حوالي كوبايتين او كوباية ونص عسل حلويات. فدي كده تقريبا الكمية اللي انت هتستخدميها للنص كيلو كنافة. هتفضلي بقى تقلبي كده الكنافة مع العسل لحد ما يبدأ يتماسك كده، ان انت تبدأي تشكليه بايدك. اول ما تعملي كده وتلاقيه ما فرطش معاكي كده، يبقى كده بقى جاهز معانا. وهنا معانا المكسرات، وطبعا زي ما اتفقنا ممكن مكسرات مشكلة او ممكن فول او ممكن نوع واحد بس. احنا هنا كان معانا البندق واللوز وعين الجمل والكاجو والفستق كلهم مشكلين مع بعض. هنبدأ بقى ننزل عليها عسل الحلويات برضو او شربات الحلويات، وتكون برضو تقيلة كده ومتماسكة. يعني احنا هنا نزلنا حوالي من 3 ل4 معالق كده عسل، لحد ما كله يبقى متماسك معانا كده برضو، علشان لما نحطه كده جوه الكنافة ما يفكش منها، لا يبقى متماسك كده ماسك نفسه بالعسل. بعد كده هنجيب الكنافة اللي احنا حطينا عليها العسل، وهنجيب كيس كبير. الكيس ده واحنا بنعمل يعني لقيناه صغير شوية، يا ريت يكون كيس اكبر من كده. هتقطعي الكيس كده وتحطيه على رخامة او على صينية اي حاجة عشان تفردي عليها. بعد كده هتنزلي نص الكمية وهتبدأي تسويها بالشكل ده. بعد كده هنطبق الكيس كده جزئين، بس طبعا زي ما قلت لكم يا ريت يكون الكيس اكبر من كده علشان يتفرد اكتر. تبداي تجيبي بقى حاجه وتفردي بيها، ولازم ايه تسوي الجوانب كده علشان ايه يكون زي مستطيل كده. هتسويها واحده واحده كده وهتلاقيها بتمسك معاكي طبعا، لان طبعا احنا حاطين عليها العسل. هتحاولي بقى تفرديها وتسويها بنفس الشكل ده، وما تخليهاش سميكه وما تخليهاش رفيع، يعني يكون السمك كده ايه متوسط. هي كده واحده واحده هتبدا تفرد معاكي كده. ممكن بقى لو الكيس صغير ممكن تحطي كيس من تحت وكيس تاني من فوق. هتسويها كده لحد ما هتلاقيها بقت معاكي زي مستطيل كده، ويكون ايه من الجوانب كلها متساوية علشان لما تلفيها
يبقى متساوي معاكي. هتجيبي بقى المكسرات المشكله او الفول او اي حاجه انت هتحشيها، وحاولي ان هي تكون في النص كده، ما تبقاش مطرفه. نجيب المكسرات او الحاجه اللي عملناها بالعسل، طبعا لازم تكون بالعسل عشان تبقى متماسكه كده في النص، ما تبقاش فكه او اما نقطعها تفرط معانا. هتبداي بقى تلفيها واحده واحده بالكيس بالشكل ده، وتضغطي جامد كده وانت بتلفي. هتلفي لفه وبعد كده تشيلي الكيس وترجعي تلفي لفه تانية وتشيلي الكيس، وهكذا لحد ما تخلصيها خالص. بس اهم حاجه ان انت تضغطي عليها وانت بتلفيها عشان ما يدخلهاش اي هوا وتخليها تتكسر منك وانت بتقطعيها. فالضغط بتاعك ده بيخرج اي هوا جواها ما بين المكسرات او ما بين المكسرات والكنافه. تكملي الرول كله بنفس الشكل ده لحد ما تخلصيه للاخر، وبعد كده تلف عليها الكيس كده زي غلاف كده بس في الاخر. طبعا اهم حاجه زي ما قلت لكم ان هي هنضغط عليها زي ما احنا بنضغط كده في الفيديو عشان نخرج اي هوا منها، وهنضغط برضو من الجوانب علشان نقفل الجوانب، ولو في اي هوا في النص كده ندخل في المكسرات بالكنافه نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنعمل في الجنب التاني كده برضو. بعد ما هنلفها كويس وهنخرج كل الهوا منها، هنبدأ بقى نلفها في الكيس اللي احنا فردناها عليه، وبعد كده هنجيب ورق فويل وهنلفه كده بالعرض. هنقفلها كويس برضو، وانت بتلفيها برضو لازم تكوني بتضغطي عليها ومن الجوانب عشان لو فيها اي هوا برضو يخرج منها. وهنسيبها في الفريزر من ساعتين ل3، او ممكن تسيبها ليلة كاملة عادي. بعد كده هنجيب نص الكمية التانية وهنفردها برضو بنفس الشكل ده، وبعد كده هنحط جواها برضو المكسرات بالعسل. بعد كده هنبدأ نلف ونبرمها كده زي التانية بالظبط، ونحطها في الكيس، وبعد كده هنحطها في ورق الفويل برضو، وبعد كده هندخلها الفريزر لمدة ساعتين او 3. والكمية عملت معانا الاتنين دول، يعني هتسيبها من ساعتين ل3 في الفريزر، او من الافضل ان انت تحطيها في الفريزر ليلة كاملة. المهم ان هي تكون جمدت معاكي عشان ينفع ان انت تقطعيها كده. بعد ما طلعناها من الفريزر هنبدأ بقى نفك الفويل من عليها واحدة واحدة كده، طبعا هي جامدة معانا زي ما انتوا شايفين. وهنشيل برضو الكيس من عليها واحدة واحدة كده، وبعد كده هتجيبي حاجة وتقطعي عليها بقى ايه دواير كده زي الشكل اللي انتوا هتشوفوه معانا كده بالظبط. ونحاول بقى نقطعها كده قطع متساوية كده بالشكل ده. لو لقيتها جامدة معاكي هتبداي تقطعها بنفس الشكل ده كده، وتكون كلها قطع متساوية كده، كلها حلقات كده مدورة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده المكسرات باينة فيها وطعم جميلة جدا. وهنعمل معانا اللفتين بنفس الشكل ده لحد ما نخلصها خالص. عملت معانا الكمية دي ما شاء الله كمية كبيرة جدا، وقعدت معانا فترة، ومهما تقعد في التلاجة ما يحصلهاش معاكي اي حاجة، وتطلعها في اي وقت وتقدمي منها. ما شاء الله الطريقة كانت جميلة جدا وسهلة، وما خدتش مننا اي وقت خالص. وما شاء الله جميلة كده، وهي بتتاكل في البق كده دايبة وجميلة ما شاء الله. بجد لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها ومش هتشتروها تاني من المحلات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا على قلوبكم.